السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت قضية الناخب الوطني جمال بالماضي، والاتحادية الجزائرية الفاف تراوح مكانها، فلا بالماضي وقع على فسخ العقد ولا غادر إلى قطر كما يدعيه البعض، بل حدثت أمور كثيرة طيلة نهار أمس سننقلها لكم في هذا الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. وكان مفترضاً أن يكون فيه جديد يوم أمس الأحد باعتباره أول أيام الأسبوع، بعدما طلب الناخب الوطني مهلة يوم الخميس للتفكير قبل اتخاذ القرار المناسب، لكن لا اتفاق للبقاء ولا فسخ للعقد ولا لقاء بين الطرفين. وأوضحت صحيفة كومبيتيسيون الناطقة بالفرنسية في آخر أخبارها اليوم أن رئيس الاتحادية وليد صادي ظل ينتظر المدرب جمال بالماضي بمقر الاتحادية بدال إبراهيم حتى 10:00 ليلاً للتفاوض مع وزير السعادة الذي لم يتنقل من مقر إقامته قبل أن يستقل سيارته ويغادر مبنى الفاف. بالمقابل، ظل بالماضي هو الآخر بمركز سيدي موسى ينتظر اتصالاً من الاتحاد الجزائري، فلم يحدث شيء. وأكدت نفس الصحيفة أن بالماضي قضى يومه كاملاً بسيدي موسى يتابع المنتخب الوطني للسيدات تحت 17 سنة الذي يجري تربصاً تحضيرياً هناك تحسباً للمواجهة المزدوجة أمام نظيره البينيني. وتضيف كومبيتيسيون أن كل طرف لم يبادر للقاء الآخر، وتبقى دار لقمان على حالها، ولحد الساعة لم يفسخ بالماضي عقده ولم يغادر نحو قطر كما تدعي معظم المنابر الإعلامية وصفحات الفيسبوك. ما رأيكم فيما يحدث؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.